في كرة القدم كما في الحياة، لا تقاس الانتماءات بالأوراق، ولا تعرف الهويات بالألوان فقط. هنا حيث لا وطن واحد يكفي، ولا قرار يتخذ دون أن تشتعل القلوب. هنا تكتب الحكايات على عشب الملاعب، وتروى بالدموع وبالاختيار. والسؤال المتجدد دائماً وأبداً: ماذا يعني الوطن؟ وهل تختزل الهوية في علم يرفرف على القميص، أم في نبض يهتز عند عزف النشيد حتى لو ولدت على بعد آلاف الأميال؟ في عالم أصبحت فيه الكرة لغة كونية، أصبح السؤال أكبر من مجرد منتخب، بل أصبح صراعاً بين الجذور والطموح، بين الحب والمجد، بين من أنت ومن تريد أن تكون. من غريزمان إلى زياش، من مبابي إلى محرز، من رافيينا إلى حكيمي، قصص تروى وقلوب اختارت، بعضها اتبع الحلم وبعضها انحاز للدم. اربطوا الأحزمة، لأننا على موعد مع رحلة في عمق الهوية والانتماء، حيث القرار ليس مجرد خيار بل عنوان للذات. كرة القدم كما في الحياة، لا يختزل انتماؤها في ختم على جواز سفر، ولا تقاس الهوية بلون القميص الوطني فقط. هناك حيث تتقاطع الجذور مع الطموحات وتتصادم العاطفة مع المصلحة، يولد السؤال الأبدي: لمن تلعب ومن تختار؟ خلف كل قميص قصة، وخلف كل قصة قرار قد يصنع من حلم أو من حنين أو من رغبة في كتابة المجد أو العودة للجذور. دياغو كوستا ولد برازيلياً، تنفس هواء السامبا ومثل البرازيل ودياً، لكن المجد ناداه من مدريد فاختار إسبانيا ومثلها في مونديالين. قرار أثار الجدل، لكنه كان صادقاً مع نفسه. ديكلان رايس بدأ بقميص أيرلندا، تألق وأقنع، ثم بدل الاتجاه، اختار إنجلترا والوطن كما يقولون قد ولد متأخراً. جاك غريليش أصوله أيرلندية، لكنه اختار تمثيل الأسود الثلاثة، أضاف لمسة من السحر إلى إنجلترا وبات أحد رموزها الهجومية. ولكن القصة لا تسير دائماً في اتجاه أوروبا. رياض محرز ترعرع في فرنسا، لكنه رفع علم الجزائر، أهدى شعبه كأس إفريقيا، وأثبت أن الهوية لا تشترى بل تعاش. غونزالو هيغواين ولد في فرنسا، عاش في الأرجنتين ومثل التانغو، لعب 3 نهائيات كأس العالم، لم يتوج، لكنه لم يندم، لأن حب الوطن لا يقاس بعدد الكؤوس. إميريك لابورت انتظر دعوة فرنسا، لم تأتي، فاختار إسبانيا ووجد ذاته هناك. سيرج جنابري ابن ساحل العاج المولود في ألمانيا، اختار المانشافت وأصبح نجماً لامعاً في سماء ميونخ. رافينيا الجناح البرازيلي الطائر كان على وشك تمثيل إيطاليا في يورو 2020. مانشيني اتصل، جورجينيو ضغط، المشروع كان جاهزاً، لكن الجواز الإيطالي لم يصدر. لحظة بيروقراطية غيرت كل شيء، فعاد رافينيا إلى السامبا وحقق حلم الطفولة هناك. كيليان مبابي ولد في فرنسا، لكن جذوره تمتد إلى الكاميرون والجزائر. كان يمكنه تمثيل 3 دول، لكنه اختار فرنسا وقادها إلى المجد في 2018. ليونيل ميسي أرجنتيني حتى النخاع، رغم امتلاكه الجنسية الإسبانية رفض لاروخا عندما كانت في أوج قوتها، اختار وطنه وانتظر حتى اللحظة الأخيرة ليرفع كأس العالم ويكسب رهان القلب. عثمان ديمبلي فرنسي المولد، سنغالي مالي موريتاني الأصل، كان أمامه أكثر من علم، لكنه رقص مع الديوك. كوندي، غريزمان، تشواميني، كامافينغا كلهم فرنسيون من أصول أفريقية، واختاروا فرنسا واستوطنوا عاصمة العطور. ريان شرقي اسمه يرن في فرنسا، أصوله جزائرية. إيطاليا تواصلت، الجزائر حاولت، لكنه قال: لم أقتنع، لم أشعر أنهم يريدونني، فرنسا هي طريقي. كريم بنزيما ابن الجزائر اختار فرنسا وكتب فصلاً رائعاً في تاريخ منتخبها. أما المغرب فقصته مختلفة. لامين يامال فتى برشلونة المعجزة، أصوله مغربية، لكنه قال نعم لإسبانيا ولا للمغرب، ومع ذلك فتح المغرب أبوابه لغيره ممن عادوا إليه. 14 من أصل 26 لاعباً في مونديال 2022 ولدوا خارج البلاد، رقم قياسي، لكنه لم يكن صدفة. حكيم زياش حلمت به هولندا. فان باستن قال إن قراره ساذج، لكنه اختار المغرب، الوطن الذي أحسه. سفيان مرابط مثل هولندا في الفئات السنية، لكنه قال ببساطة: المغرب شيء آخر، كلما زرته
شعرت أنني أنتمي هنا. أشرف حكيمي ولد في مدريد، عرضت عليه إسبانيا اللعب لكنه قال: لم أشعر يوماً أنني إسباني، المغرب هو أنا وأنا هو. حكايتنا انتهت في هذه الحلقة، رفعت الأقلام وجفت الصحف ويبقى جواز السفر ورقة والقميص قماش، أما الانتماء فنبض، قرار، لحظة صدق. البعض اتبع الحلم، البعض عاد للجذور، بعضهم صفق له العالم وبعضهم بكته الجماهير. كرة القدم أكثر من لعبة، إنها اختبار هوية ومرآة قلب، والخيار لك: المجد، الدم، التاريخ، الحنين. في النهاية لا أحد يقرر عنك، أنت من يحمل القميص وأنت من يسمع النشيد. وإن رفعت الكأس أو سقطت في الدموع لا يهم كم هدفاً سجلت، بل هل لعبت من أجل من أنت؟ ولو كنت مكان أحدهم صدقاً، ماذا كنت لتفعل؟ لو خيروك بين قلبك وبين حلمك، بين جذورك وبين المجد، أي طريق كنت ستسلك؟ هل كنت ستختار علماً يشبهك أم وطناً تبناك؟ هل الانتماء قرار عقلي أم لحظة عاطفية؟ ومن هو اللاعب الذي تظن أنه اتخذ القرار الأصعب؟ شاركونا آراءكم، ولا تنسوا متابعة منصتنا وانتو على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. نلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله.